يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم في أولى حلقات برنامجنا المبارك في شهر رمضان المبارك شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من تقديم محدثكم عبد الرحمن برهان وزميلي في الاستديو أخوي أنس بيان. حياك الله أخوي أنس بيان. مرحبا بك عبد الرحمن، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر الشاشات. كما يمكنكم متابعة هذا البرنامج عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر قناتنا في اليوتيوب. أستاذ عبد الرحمن، السؤال الذي يدور في أذهن الجميع والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا سمي هذا البرنامج بشباب الصحابة؟ طيب، جميل، سؤال جميل جدا. قبل أن نذكر ونشرع في مسابقتنا الرمضانية وشرحها، دعونا أولا نفصل في اسم البرنامج. لماذا اخترنا شباب الصحابة؟ عندما تنظر إلى السيرة النبوية وتنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يعلم جميع الأزمان منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. ثم خص الصحابة الذين عاشوا معه بأنهم خير الناس، فعندما خصهم تعلم أنه توجد فيهم أمور لا توجد في غيرهم، ونحن هنا إن شاء الله في هذا البرنامج لمعرفة هذه الأمور بإذن الله عز وجل. نعم. طيب أنس، ودنا تشرح لنا عن طريقة المسابقة والفائزين. أولا قبل أن تشرح طريقة المسابقة، بإذن الله سوف يكون كل يوم هناك صحابي سوف نتحدث عنه، ولكن سوف نتحدث عن الصحابي دون ذكر اسمه. سوف نتحدث فقط عن مثلا لقبه، متى ولد، متى توفي، أهم الغزوات التي شارك فيها، أهم المناقب التي اشتهر بها. وما عليكم سوى أعزائي المشاهدين أن تعلموا أو تعرفوا من هو هذا الصحابي. إن شاء الله بإذن الله سوف يكون سهل على الجميع. طيب، الآن أخوي أنس ممكن يفصل في الجوائز. أما عن آلية الجوائز، فالجوائز تنقسم إلى مسارين: مسار عبر الاتصال الهاتفي، ولا بد إذا كنت تريد الدخول في السحب يوم الجمعة فيجب عليك الاتصال بشكل يومي عبر الرقم الظاهر في الشاشة. أما المسار الآخر فهو مسار الكومنتات أو التعليقات عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عبر البث المباشر في اليوتيوب. جميل جدا. طيب، ذكرنا أنه سوف تكون بإذن الله الجوائز عبر صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا سوف يكون هناك عبر البث المباشر على اليوتيوب إن شاء الله. طبعا سوف يكون السحب كل جمعة. السحب بإذن الله عز وجل كل جمعة، والجائزة الكبرى طبعا للمتصلين. نود أن نسمع أصواتكم ونستأنس بها بإذن الله عز وجل. بالتأكيد يا شيخ أنس، وخصوصا ننتظر همة الشباب، مع أنه هذا البرنامج موجه لهم. بإذن الله ننتظر همتهم. وبالمناسبة بالحديث عن الهمة، عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن علو الهمة. يا سلام يا عبد الرحمن، علو الهمة بالتأكيد موضوع مهم، خصوصا عندما يجتمع مع مرحلة الشباب، وهذا دائما يقودنا مباشرة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. وأيضا كما ذكرنا قبل قليل، هم من اشتهروا بعلو الهمة والاجتهاد في العبادة، ويسهرون الساعات الطوال ويرجعون بالأيام والليالي، يعني حتى يسطرون لنا مشاهد عظيمة في التاريخ تخلد ويعني يخلدها التاريخ لبقية الأزمان. نعم، فليس هناك شباب أعلى منهم همة وأشد عزيمة، فهم لم يعرفوا الراحة، وكانوا يسهرون ساعات طويلة من أجل عبادة الله عز وجل ومن أجل علو الهمة. فدعونا نبحر معهم بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل. بإذن الله. لذلك يا أنس علينا أن نحذو حذوهم ونقتفي أثرهم،
وأول أثر سوف نقتفيه في هذه الحلقة، أنت معي في الاستوديو ومشاهدينا الكرام، هو صحابي لقب بأنه سيد شباب أهل الجنة. نعم، كما قال عنه الفرزدق: هو الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. قد ختموا. وأيضا صحابينا الجليل جمع بين شرفين عظيمين: شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف قربته، فكان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أستاذ عبد الرحمن، عند ولادته سبحان الله عز وجل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أذنه. سبحان الله. أيضا كان هو خامس أهل الكساء، كما ذكرنا قبل. أهل الكساء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا أمه سيدة من سيدات نساء العالمين. نعم. وأيضا في ذكر مناقبه وذكر من كانوا قريبين منه، عمه لقب بصاحب الجناحين، كان في غزوة مؤتة. هذا الصحابي كان حامل راية الإسلام فقطعت يديه فأبدلهم الله بجناحين في الجنة. أيضا كان يشبهونه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو شديد التشبه به جدا صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا بالإضافة إلى شبه شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيره هو وأخوه حبا عظيما جدا، وكان يظهر ذلك في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهما، يعني يرقي الصحابي الأول وأخوه، وصحابي الذي نتحدث عنه في حلقتنا. أيضا شارك في العديد من المعارك والغزوات، وكان من الذين شهدوا الكثير من الفتوحات. نعم. أيضا في ذكر الفتوحات شارك أيضا في الجيش الذي غزا الشمال الأفريقي والمشرق، كما شارك في الجيوش التي غزت أرض الحبشة. جميل جدا. وأيضا شارك مع الجيش الذي غزا القسطنطينية سنة 51 للهجرة. إذن عبد الرحمن، دعنا الآن نفتح باب لتلقي الإجابات عن هوية الصحابي، وعن طريق تلقي المكالمات الهاتفية عبر الرقم المتواجد الآن في الشاشة، أو سنقرأ تعليقاتكم أسفل الفيديو المباشر في قناتنا على اليوتيوب، أيضا صفحتنا في الفيسبوك. نعم. ولكن ممكن قبل أن يجهز لنا الشباب الاتصالات، دعنا نتحدث في شهر رمضان المبارك، وكيف أن الصحابة كانوا يستغلون هذا الشهر أهم استغلال، خصوصا الشباب منهم، فكانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون النهار ولا يفطرون في ذلك. أيضا كان بعضهم يذهب إلى الغزوات، يعني نحن الآن ما شاء الله في راحة وفي سعة من نعمة، ننام الليل وربما ننام النهار. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغزون وهم صائمون. سبحان الله. فحلي بالشباب أن يقتدوا بالصحابة ويقتدوا بشباب الصحابة. وعندما نذكر شباب الصحابة، حلي بالشباب أن يقتدوا بشباب الصحابة، كما حلي بالعلماء أن يقتدوا بعلماء الصحابة، وكما حلي بنساء المؤمنين أن يقتدوا بنساء الصحابة، فكل يقتدي بالمقتدى بهم من الصحابة. نعم. أيضا أستاذ عبد الرحمن، في الوقت الحالي أصبح الشباب يعانون من الصوم الطويل والساعات الطويلة في الصيام، وسبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما ذكرت في حديثك السابق يغزون وهم صائمون سبحان الله، ويصبرون ويكابدون من أجل علو الهمة، ومن أجل أن يرسلوا رسائل مستقبلية إلى الأمم التي بعدهم بأن يبقى الدين عالي، وعلو الهمة لابد أن تكون شعارا لكل مسلم. أيضا أستاذ عبد الرحمن، علو الهمة أصبح في
هذا الزمن تشعر وكأنه يعني بدأ ينخفض نعم تارة فتارة. نعم شيئا فشيئا. ولا أقاطعك يا أخوي أنس، يعني سبحان الله تجد يعني أكثر عذر يعني ينتشر من الشاب أنه ممكن والله ما عندي وقت، وهذا عذر يعني سبحان الله يعني غريب جدا. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني الذي يقوم الليل كله، ثم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يجلس إلى الإشراق. يعني كانوا مقسمين وقتهم، وكان إنجازاتهم عظيمة جدا، ومع ذلك يجدون الوقت لنفسهم ولأنفسهم ولأهل بيتهم ولأزواجهم. بعض الشباب يقول أنا ما عندي وقت. كيف ما عندك وقت؟ يعني الموضوع يعني محتاج إلى تنظيم بسيط جدا حتى تنجز يعني أعمال عظيمة جدا. يعني صحيح منزلة الصحابة منزلة يعني بعيدة جدا، ولكن على الأقل أن نحاول أن نقتدي بهم، ونحاول أن نحذو حذوهم في تنظيمنا لوقتنا لكي ترتفع همتنا. يعني فعلو الهمة مرتبط ارتباطا جذريا بتنظيم الوقت والزمان. نعم. ايضا يعني كانوا يا استاذ اخي عبد الرحمن يقضون وقتا طويلا جدا. يعني مثلا الان مثلا يخرجون من مكة المكرمة الى مثلا ارض الحبشة من اجل معركة او غزوة. هذه تاخذ مدة طويلة جدا، وتاخذ من التعب، وتاخذ من الهم والتفكير وكيفية مثلا ملاقاة العدو. وأيضا قد البعض يكون مثلا شايل هم الأهل والأخوان في البلد وهو خارج منها هناك. فغير ذلك يكون صائم سبحان الله عز وجل. سبحان الله. فتجد سبحان الله علو الهمة في الصحابة قوي جدا، ويعني نأمل أن نكون يعني مثلهم. ناخذ اتصال أول. أخونا صهيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أهلا أخوي صهيب، مرحبا بك. الله يحييك يا رب. تتابعنا من قناتنا على اليوتيوب أو تتابعنا عبر صفحتنا في الفيسبوك؟ لا، أتابعكم على اليوتيوب من السودان. أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. أعتقد هل بعد هذا المقدمة والتفصيل الصحابي هل وضح لك من هو الصحابي؟ والله وضحت من خلال أبيه جعفر الطيار، هو عبد الله بن جعفر، صح؟ هو عبد الله بن جعفر ها؟ والله على حسب التحليل هو عبد الله بن جعفر الطيار تقريبا. المقدمة يعني كانت واضحة، وذكرنا بعض الأبيات من الفرزدق. لكن أستاذ عبد الرحمن إجابتك أنا ما أقدر أعطيك إياها هل هي صحيحة ولا لا، لكن أنا أود أن أنبه عليك بأنك أنت تكرر اتصال بشكل يومي، وبحيث أنك تدخل معنا السحب يوم الجمعة إن شاء الله. خلاص تمام. الله يحييك. تمام إن شاء الله. يا مرحبا. طيب جزاك الله خير أخوي صهيب على تواصلك. ولعلنا نذكر السادة المشاهدين بسياسات البرنامج. بإذن الله سوف يكون هناك سحب أسبوعي على جائزة كبرى يوم الجمعة، وسوف يكون هناك مسارين: مسار الاتصالات ومسار المشاركة عبر صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. طبعا مسار الاتصالات كما رأيتم قبل قليل تتصل، وممكن أن تهنئ السادة المشاهدين بشهر رمضان المبارك وتذكر الإجابة، وبإذن الله يحالفك الحظ وتكون إجابتك صحيحة. أما بالنسبة إلى المشاركة عبر صفحتنا على الفيسبوك يشترط أن تجاوب في ال4 أيام جميعها. سوف يكون هناك بإذن الله صحابي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وتجاوب على جميع الأيام وتكون إجابتك صحيحة، وبإذن الله سوف تدخل في السحب على الجائزة الكبرى يوم الجمعة. مستمعين الكرام، الحديث شيق مع أخي أنس بيان في حول هذا الصحابي الجليل. نترككم مع فاصل قصير. لا تذهبوا بعيد، فاصل ونواصل. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيم.
يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيري في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية قيمتها 30 جنيه استرليني تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية. فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: كبيرتراست.org، رقم التلفون 0121 285 4009. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا: هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. الظلام يعم مخيم اللاجئين، فكيف ستنار عتمتهم؟ وهنا كانت بداية كافي الآيد منذ 8 سنوات على أيدي مؤسسيها، حيث أن مؤسسة كافي الخيرية هي مؤسسة بريطانية تعمل لدى المملكة المتحدة وعلى مستوى دولي، لها حضور أساسي في شرق السودان لدعم اللاجئين الإريتريين في جميع أنحاء العالم. تقدم الكثير من الخدمات لدعم اللاجئين الإريتريين لجعلهم محترفين في المستقبل، من خلال تقديم دورات تدريبية ومهنية مثل ميكانيكا الديزل، صيانة الجوالات، الكهرباء، الحداد للشباب، أو المصنوعات الجلدية والصناعات الغذائية للفتيات. إنشاء كافي الأكاديمي لدعم وتعليم المزيد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ودفع اللاجئين لسوق العمل. تقديم مساعدات وخدمات طبية للاجئين، وتقديم العلاج الطبي لأمراض العين مثل إعتام عدسة العين. إذا أردت أنت أيضا أن تنير عتمتهم، ساعدنا في تغيير حياة الكثير من اللاجئين، وتواصل معنا من خلال موقعنا وتبرع الآن www.kafil.org.uk. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامجكم شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يضم عدد من الجوائز القيمة التي تنتظركم. قبل أن نستقبل اتصالاتكم أعزائنا المشاهدين، ودنا نذكر بالعنوان هذه الحلقة والصحابي الذي تكلمنا عنه. هذا الصحابي
كان يلقب بسيد شباب أهل الجنة، وكان عمه يلقب بذي الجناحين، وأيضا كان خامس أهل الكساء. استقبل الاتصال مع أخوي أنس إذا كان هناك اتصال. ما زلنا عبد الرحمن نطمع في التواصل مع إخواننا المشاهدين، ونذكر بآلية الجوائز. سيكون هناك مسارين: مسار عبر الاتصال الهاتفي المباشر، كما عبر الاتصال الهاتفي المباشر المذكور أمامكم في الشاشة، أيضا عبر التعليقات في موقعنا وصفحتنا في الفيسبوك، وعبر البث المباشر في قناتنا على اليوتيوب. أستاذ عبد الرحمن، نرجع لموضوع علو الهمة. وأغلب كما قلنا قبل الفاصل أن الشباب في هذا الزمن ضعفت الهمة وضعفت يعني أغلب الشباب الآن مع دخول الفتن ودخول الملهيات. نعم. أصبح الشباب يعني يختارون القدوات بشكل يعني الشخص لا يستطيع حتى وصفه. نعم. فيعني أصبح المرء يستغرب من اتخاذ الأبناء الصغار والشباب في هذا الزمن من اختيار القدوات. فأصبح اللاعب يقتدي أو أصبح الشخص يقتدي بلاعب مثلا كافر، أو يقتدي مثلا بممثل، وينسى أن يقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، وقدوتنا الأول والأخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أنا أراه في وجهتي أو في وجهة نظري الخاصة، هذا أكبر محبط في علو الهمة. أغلب الآباء وأغلب كبار السن يستغرب من ضعف وعلو عدم وجود أبنائه أو عدم وجود الشباب في هذا الزمن همة عالية. نعم. وطموح لدى المستقبل. فأجي وأتناقش معه سبحان الله، فنكتشف أن السبب الأول والأخير والرئيسي هو وجود القدوات الخاطئة. نعم. نعم. يعني سبحان الله، تجد خلاصة مشاكل الشباب في اختيار قدوات. نعم. وكلما الشاب اختار قدوة صالحة كلما ارتفعت همته. يعني ترتفع الهمة بحسب الشخص الذي أنت اقتديت به. فتجد الشخص الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في الحياة، تجد سبحان الله همته عالية. كما ذكرنا يعني علو همة مرتبط بالقدوات. نعم. طيب، خلينا نرجع لموضوع حلقتنا، وهو الصحابة الجليل اللي نتكلم عنه، ونذكر بعضا من مواقفه العظيمة. فما كان يعني هذا الصحابي يدافع عن كبار الصحابة مثل سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. يعني كان مشهور عن هذا الصحابي أنه يدافع عن أصحابه الكرام، فعرف عنه هذا الصحابي أنه يدافع عنهم ويذب عن أعراضهم عند الكفار وعند كل شخص مشكك بهم. نعم عبد الرحمن، حيث كان رضي الله عنه يعني لديه مواقف مشهورة وأقوال مأثورة جدا، ومن ذلك معارضته لحكم يزيد بن معاوية، لأنه خالف مبدأ الشورى التي سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعها صحابته الكرام. فتجد أن الصحابي الجليل لهذه الحلقة له مواقف مشهورة. نعم. وأقوال مأثورة جدا جدا جدا. سبحان الله، ولا أقاطعك يا أخي بيان، أخي أنس، هذه المعارضة التي كانت ضد حكم يزيد بن معاوية كانت سببا في وفاته. يعني سبحان الله، يعرضون أنفسهم للمهالك والخطأ، وربما يعرضون نفسهم للموت حتى يعني في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نستقبل الاتصال. حياك الله أخي وليد، يا مرحبا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي الفاضل.
رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير باذن الله تعالى. الله الله يجزاك يسلمك خير علينا وعليك، علينا وعليك. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم امين. حبينا نشارك في المسابقه. تفضل. اسم الصحابي الجليل هو الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تمام، إجابتكم هي الحسين بن علي بن أبي طالب. جزاكم الله خير على مشاركتكم. وسوف نرى نهاية الحلقة إذا كانت إجابتكم صحيحة أم خاطئة. جزاك الله خير على تواصلكم. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. طيب، سبحان الله يا أنس بيان، الوقت داهمنا وما شعرنا بالوقت. كنا مستمتعين مع مشاهدينا الأفاضل وأنا كنت مستمتع كثيرا معك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ممكن يعني نعم، قبل الختام ناخذ اتصال أخير. أحب أشترك في السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي الفاضلة. اسم الصحابي الجليل هو سيدنا الحسين بن علي. أختي عرفينا على اسمك في البداية، المعذرة بس. لا الإمام. أختي عرفينا على اسمك، عيد الاسم مرة أخرى. آلاء الإمام. آلاء الإمام. أختي آلاء الإمام، حياك الله. إجابتك الصحابي من؟ سيدنا الحسين بن علي. سيدنا الحسين بن علي. تمام. الله يجزاكم خير. أيوة. في نهاية الحلقة بإذن الله سنعلم الإجابة بإذن الله عز وجل. طيب، سبحان الله يا هانس بان، يعني لا نريد أن نفارق مشاهدينا الكرام. هناك اتصال أخير ونستقبل اتصال. من ضمن الأشياء أستاذ عبد الرحمن، كما قلنا، اللي هي المواقف المشهورة عند مخالفته لحكم يزيد بن معاوية. ذكرت أن هذا كان سبب في وفاته. نعم. سبحان الله عز وجل. الصحابي الجليل صاحب هذه الحلقة عارض حكم يزيد بن معاوية لأنه خالف مبدأ شورى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتبعه صحابته الكرام. فسبحان الله عز وجل كما ذكر أخي عبد الرحمن أنه كان سببا في وفاته. نعم. في الختام يقول الشاعر: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدودا خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شاكرين تواصلكم واتصالاتكم لكل من شارك معنا في هذا اليوم. محدثكم عبد الرحمن برهان، وزميلي في الاستديو أخي أنس بيان. كونوا على الموعد غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيم. أبورح رمضان بركاني قرآن نسخان بيتسبكان كوينكم سمعوا